سفهاء الأحلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى من أصدقاء النصارى. معنا فيديو وبيشرح لنا فكر ومعتقد الخوارج. لازم أن ننتبه جيدا إخوتاه لمعتقد وفكر الخوارج. فكر الخوارج ده ما يقابله هو جماعة التكفير والهجرة وجماعة داعش. فكر الخوارج ده فكر التكفير والهجرة وفكر الدواعش. اي نعم، احنا ما بنخرجش الناس دي من الاسلام، الناس دي مسلمين، الناس دي مسلمين واحنا ما نقدرش نخرجهم من الاسلام، بس افكارهم مش بس بتأذي النصارى، لا ده افكارهم بتأذي المسلمين اكتر من النصارى، واشد خطرا على الاسلام، اشد خطرا على الاسلام هم الخوارج. اليهودي انت عارف ان هو عدوك، النصراني عارف ان هو عدوك، اما الخوارج انت مش عارف ان هو عدوك. الخوارج يستحل دمك كمسلم. نسمع الفيديو مع بعض. يقولون من قول خير البرية، نصوص أحاديث يستدلون، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. ثم قال ماذا؟ فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. بهذا يخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن هؤلاء الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، شر قتيل قتيلهم خير قتيل من قتلوه، هم كلاب أهل النار. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، نصوص أحاديث يستدلون، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. انا عايز بقى اعقب على فكر الخوارج ده. فكر الخوارج ده ظهر ناس على التيك توكر كتير قوي، كتير كتير كتير. فكر خوارج، فكر خوارج، فكر اسلامي ضال. الناس اللي على التيك توكر قاعدين مش بس يكفروا اليهود والنصارى، لا ده بيكفروا المسلمين وبيطعنوا في شرف الاخوات الفضليات، امثال الشيخ سعيد فرج، الشيخ ريشة، شيخ الخوارج، طعن في شرف اختنا سلطانة، طعن في شرف الاخت سندرة، طعن في شرف الاخوات. فاين غيرتكم اخوتاه على اخواتكم؟ اين غيرتكم؟ انه لم يطعن في شرف الكافرات، طعن في شرف المؤمنات، ولم يكتفي بذلك ولكن اخرجهم من ملة الاسلام، بل يكفر الذين يدخلون بصوص المسلمين الذين يدخلون بصوص النصارى، مع انه يدخل بصوص النصارى، بيدخل بصوص النصارى وبيحور النصارى. طب ما انت عارف ان النصارى دول يسبون الله ورسوله، داخلهم ليه يا شيخ ريشة؟ داخلهم ليه يا شيخ ريشة؟ هتهديهم للإسلام يا شيخ ريشة؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا شيخ ريشة اتق الله، تعبتنا يا شيخ ريشة.
قاعد تكفر في المسلمين. يعني كل المسلمين اللي دخلوا بصوص النصارى دول كفار، دول كفار في معتقد الشيخ ريشة. في معتقد الشيخ ريشة كل المسلمين اللي دخلوا بصوص النصارى دول كفروا. ليه؟ لأنه ضل، أخذ بالآية اللي في سورة النساء دون أن يرجع إلى تفسير العلماء. الآية في ظاهرها، الآية هي الآية في ظاهرها، الآية 140 في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يبقى المسلمين بقوا كافر. أخذ الآية بظاهرها، أخذ الآية بظاهرها دون أن يرجع إلى التفسير، مع أنه لو كان تعب نفسه وكلف نفسه شوية ودخل على تفسير ابن كثير وشاف ابن كثير بيقول إيه، قال إنهم مسلمون وافقوهم. يعني إيه؟ مسلمين دخلوا بصوص النصارى، سمعوا اللي بيقولوه، فرحوا بكده، طالما فرحوا بكده بقوا كفرة. فهل إخواننا المسلمين اللي دخلوا بصوص النصارى الذين نحسن فيهم الظن كفار؟ هل وافقوهم على كفرهم أم دخلوا كي يدافعوا عن دينهم وعن رسولهم؟ داخلين يدافعوا عن الله ورسوله، مش داخلين عشان فرحانين بكفر الكفر. دخلت برضو لأمرلاي. أمرلاي معروف فاتح بس، وربنا يهديه ويهدينا ويهدي الجميع. قلت له يا أمرلاي، السيد المسيح مات ولا ما ماتش؟ قال لي لا، السيد المسيح ما ماتش. قلت له بجد انت متأكد؟ طب تعالى. يقول تعالى على لسان سيد المسيح: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. السيد المسيح مات. الآية بظاهرها مش هنرجع للتفاسير. لقيته كده كل ده أنا عايز أوصله لإيه؟ إن أنت ما تاخدش الآيات القرآن بظاهرها، ما تضلش، لازم ترجع للتفاسير، افتح التفاسير. المهم بعدها يقول لي ايه، لا ده في مين المسلمين بيقولوا ان السيد المسيح مات؟ ما فيش حد. هو المسلمين بيقولوا؟ طب ما احنا رجعنا للتفاسير يا ابني، احنا رجعنا للتفاسير، فارجع للتفاسير يا ابني، ربنا يهدينا ويهديك. المهم طلع الشيخ ريشة، الشيخ سعيد فرج، شيخ الخوارج، طعن فيا وسبني، وانا طبعا ما سكتلوش، عملته بالمثل. انا سبيته وطعنت فيه برضه، ما هو مش هيجي يسبني وانا هسكت له. لا، الخوارج دول ياخدوا على راسهم، واي حد فكر خارجي هدله على راسه وادعسه بالجزمه. لان دلوقتي النصارى اخدين الخوارج هم الاسلام، يعني ما هو النصارى شايفين في كل اسلام يا خوارج، ما يعرفوش ان انتوا فكر اسلامي ضال. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. لو رجعت للتفاسير هتلاقي اي منيمك، يعني نام ما ماتش، لان الوفاة معناها الموت. لان اسلاميا انت لو رجعت وقرأت التفاسير اسلاميا، الوفاة في وفاة صغرى وفي وفاة كبرى. وفاة صغرى ووفاة كبرى. الوفاة الصغرى دي اللي في النوم، ووفاة كبرى لما تروح كده التربة كده وتدفن، دي الوفاة الكبرى. فلما توفيتني أي كنت نايم. طيب
رجعنا للتفاسير فعرفنا هنا. طيب انت ليه ما بترجعش للتفاسير الآية اللي في سورة النساء ومصدعنا وقاعد تفسرها على هواك وتضل الناس وتكفر في المسلمين اللي دخلوا بصوص النصارى، مع ان انت بتدخل بصوص النصارى؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. اتلهوا بقى، احنا قرفنا منكم، ربنا يهديكم يا ياخدكم ويريحنا منكم. والله تعبتونا والله العظيم. سعيد ريشة، سعيد فرج، والله بص هو دلوقتي بقى على تيك توكر دلوقتي الهين، اله للنصارى واله للمسلمين. اله للنصارى اللي هو سعيد حنوكة ده اله النصارى دلوقتي، بقوا بيعبدوه وبيقدسوه، تركوا عبادة يسوع وبقوا بيعبدوا سعيد حنوكة. ودلوقتي برضو بعض المسلمين ضلوا وبيعبدوا سعيد فرج، اي حاجة يقولها سعيد فرج تقدم على قول الله ورسوله. خلاص بقى الشيخ سعيد فرج ده بقى مقدس لدى المسلمين. بكره كده لما يموت كده هيعملوا له تمثال زي شنودة ويحنطوه في الجامع ويقدسوه ويعبدوه. فكر الخوارج فكر ضل، ناس ضلت. ارحمونا بقى، ارحمونا. ده انت مش سايب النصارى، لا ده انت كمان طعن في المسلمين، بتطعن في المسلمين. اتقوا الله فينا، اتقوا الله وارحمونا، حرام عليكم. يعني ارحمونا والله، ارحمونا مش كده. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم رب العرش العظيم لي ولإخواني المسلمين. هذا وإن كان من توفيق فمن الله الواحد الأحد، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. إخوتا احذروا من هذا الفكر العفن، هذا الفكر النجس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.